الا سولتك دابا وفي هذا العصر اللي كنعيشوا فيه الان وقلت لي كدير ليا اشهار وغنعطيك على كل شخص غتجيبوا ليا 25% من داكشي اللي غنربح معاه، شنو هما الاسئله اللي غادي تسولني على هذا الاشهار قبل ما تخدم معايا؟ بغيت كلشي يهبط لي كومونتير ويجاوبنا على هذا السؤال هذا قبل ما تكمل هذا الفيديو هذا. وما تنساش تشترك معك في القناه باش نوصلوا ل 150 شهر. الحلم ديالي هو نوصلوا ل 150 شهر قبل رمضان. فقبل ما نبداو الفيديو ديالنا بغيت نذكركم بواحد الايه اللي كاينه في سورة المائدة لقوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. اليوم وصلنا لواحد المرحلة أننا ولينا كنقلبوا غير على الفلوس وما بقيناش كنقلبوا على الطريقة باش كنجيبوا دوك الفلوس، وما بقيناش كنقلبوا وما بقيناش كنبتوا على الأصل ديال دوك الفلوس اللي غناكلوا واللي غادي نوكلوا بهم والدينا وولادنا واللي غنديروا بهم شي مشروع ولا اللي غنديروا بهم شي حاجه. لا، ولينا كنقلبوا غير على الفلوس، ولا كيهمنا غير يكونوا عندنا الفلوس وداكشي الاخر ما بقاش كيهمنا نهائيا. وهذا الشيء هذا غنشوفوا شنو هو السبب اللي خلانا اننا نوليو في هذه الحاله هذه وما بقاش نقلبوا على الاصل ديال دوك الفلوس اللي غناكلوا، ولا نشوفوا منين كيجيونا دوك الفلوس اللي كندخلوا لاولادنا ولا لعائلاتنا واللي كنديروا بهم بزاف حوايج. والسبب هو اننا ولينا كنشوفوا الفلوس في اي حاجه مشيتي ليها غتلقى كلشي كيهضر فيها على الفلوس، وكلشي ولا كيقلب على الفلوس بالطريقه اللي سهله. حتى ولينا صافي بقوه ما كتسمع الفلوس فين ما مشيتي كتولي تحس بلي عندك دوك الفلوس واخا انت ما عندك والو. فاش كتجي تقلب كتلقى بلي ما عندك والو من داكشي اللي كتسمع كل نهار وكل ساعه وكل دقيقه. وهذه هي الحاجه اللي كتولي تعمي لنا البصيره وما كنبقاوش نشوف شي حاجه من غير الفلوس، وكنوليو نقلبوا على كيفاش نديروا الفلوس باي طريقه وكيفاش ما نتعذبوش عليهم ونجيبوهم بطريقه اللي سهله. وهذا الشيء نيت اللي استغلات واحد الشركه اللي دايره بالباله واللي دايره حاله في الشباب ديالنا اليوم واللي كلشي كيهضر عليها وكلشي كيدير ليها اشهار، وغتكون حتى انت غتكون فايت لك سمعتي بها وغتكون فايت لك تفرجتي في شي واحد كيدير ليها اشهار. هي هذه ديك الشركه هي هذه، وغتكون فايت لك شفتيها وغتكون فايت لك سمعتي بها وغتكون فايت لك شتي شي واحد كيدير ليها اشهار. ودابا غنهضروا في الفيديو ديالنا وخلينا نشوفوا شكون هي هذه الشركه هذه. فهذه الشركه ديال الرهانات او شركه ديال القمر بصفه عامه. غير هذه الشركه هذه زادت النيفو وطورات من راسها وطورات في الحرام وطورات في انها تبلي الشباب ديالنا. غير هذه الشركه هذه فعوض ما تمشي وتقطع الورقه وتكتب عليها النوامر فهي سهلت عليك المأموريه ولات اونلاين وما بقاتش كتخلي لك الوقت فين تقي الله. حيت فاش كتمشي تقطع الورقه فكتمشي في الطريق ولا كتمشي حتى لديك البلاصه اللي غتقطع منها الورقه وقدر تنادم معك الحال وتقدر تقول بلي هاد الفلوس اللي غنربح من هذا القمر هذا نقدر واحد النهار نتحاسب عليهم. دابا لا هاد الشركه هذه سهلات الطريق للشيطان وما كيبقاش يتعذب معاه، حيت كلشي كيولي بين يديك وكيخصك فقط انك تدخل السيت وتقمر، وهذا الشيء كيكون ساهل بزاف. وحتى فاش كتدخل هاد السيت هذا كتلقاه بلي ساهل وكتلقاه موجدين لك كلشي وكيسهلوا لك كلشي باش انك تبدا. فقط غير دخل هاد السيت هذا وقول لنا اين فرقه غتغلب واعطينا النتيجه باش غيخرج المباراه وها انت قمرت. وماشي غير هاد الشيء هذا، فهاد الشركه مشات بعيد ولات كتستعمل كلام الله سبحانه وتعالى باش تلعب بينا. فهاد الناس هادو عارفين باللي الله سبحانه وتعالى ما قالش لينا فقط ما تقمروش او لا القمر حرام، وانما قال لنا باللي ما تقربوش ليه بصفه اللي نهائيه، اي انك ما تمشيش مع شي واحد كيقمر او لا انك تمشي وتجلس في البلاصه اللي كيتم فيها هاد العمليه هذه. حيت الله سبحانه وتعالى عارف انك فاش غتقرب لهاد الشيء هذا الشيطان غيغر، وان فوا غيغرك الشيطان وغتلعب المره واحده فكن اكيد انك غتوقع في الفخ. هاد الناس هادو عرفوا هاد الشيء وعرفوا باللي ان فوا غتلعب مره واحده فغتولي قمار ديال بصح وما غاديش مازال تقدر انك تحيد من هاد العاده هادي. داكشي علاش فاش كتدخل هاد السيت هذا لاول مره فكتلقاهم عاطينك 1500 درهم باش تلعب، يعني اللعب فابور المره الاولى. وفاش غتلعب المره الاولى فراك عارف اش غيطرى من بعد، غتولي تبيع الحوايج ديالك باش انك تقمر. ودابا اجي نشوفوا اصلا كيفاش كيقربوك لهاد السيت هذا وكيفاش كيخلوك انك تدخل لهاد السيت هذا. دابا عارفين ان في السيت فرا مسهلين لك كلشي وعاطين كلشي باش تبدا معاهم، مي خصهم كيفاش انهم يدخلوك لذاك السيت وكيفاش انت تمشي تقلب عليهم وتدخل باش تلقى كلشي ساهل باش تبدا معاهم. داكشي علاش كيستهدفوا الشباب اللي كيديروا المحتوى في المواقع التواصل الاجتماعي، وهما اللي كيديروا ليها الاشهار وهما اللي كيخليو الشباب اللي كيتفرج فيهم انهم يتعرف على هذا السيت هذا وانه يدخل ويبدا القمر في هذا السيت هذا. واي واحد دخل داك السيت وتسجل وكتب برومو كود اللي كيعطيه داك صانع محتوى، فهاد الشركه كتعرف بلي داك صانع محتوى هو اللي مصيفط هذا الشخص هذا. داكشي علاش اي حاجه كتربحوا مع هذا الشخص هذا كتقسموا
مع داك صانع محتوى وكتعطيه منه 25%. يعني هاد الشخص هذا الشركه اللي ربحات معاه 100 درهم فداك صانع محتوى كتولي عنده 25 درهم ديالو. ودابا اجي نعرفوا علاش هاد الشباب وعلاش هاد صناع المحتوى كيديروا الاشهار لهاد الشركه هاي. واش ما عارفينش بلي داكشي اللي كيديروا راه القمر وحرام، او لا عارفين هادشي ولكن ما مسوقينش وكيدخلوا لجيوبهم اموال اللي حرام واللي ما كيتسوقوش ليها نهائي، او لا الفلوس دابا ما بقاش كيهم واش حرام ولا حلال، المهم يكونوا عندك في الجيب وصافي. وخلينا نجاوبوا على هاد الاسئله هادو. كنتمنى حتى نتوما تهبطوا تعطيونا الراي ديالك في الكومونتير دابا قبل ما تكمل الفيديو. فمن الجانب الديني فراه مستحيل باقي تلقى شي واحد ساكن في الدول العربيه والدول الاسلاميه ومازال ما كيعرفش يفرق ما بين الحلال والحرام. يعني هاد الناس هادو مستبعد بزاف انهم يقولوا باللي هادشي اللي كيديروا راه ماشي حرام. يعني كلشي عارف باللي راه القمر حرام ومستحيل انك تقنع شي واحد باللي القمر ماشي حرام. يعني بالنسبه للدين فراه كلشي عارف وكلشي فاهم. اشنو اللي كيبقى لينا؟ كيبقى لينا الافتراض الثاني اننا المهم هو الفلوس، ما كيهمش واش حرام ولا حلال، المهم هما يكونوا عندنا وصافي. وهذا الشيء التاثير ديالو هو داكشي اللي قلت لكم في الاول، ان كلشي ولا كيهضر على الفلوس وكلشي ولا باغي يدير الفلوس بالطريقه اللي سهله وما بقاش كيهم واش حلال ولا حرام. وهذا الشيء هذا هو اللي كيطرى لهاد صناع المحتوى. ففي الاول فاش كيتفرج فكلشي كيولي يقول ليه باللي صناعه المحتوى راه فيها الفلوس وتقدر تولي مليونير من صناعه المحتوى، وغتولي دير الاشهارات للشركات في 30 مليون و40 مليون وبزاف ديال الحوايج. وفاش كيدخل وكيدير صناعه المحتوى فكيلقى بلي داكشي كامل اللي كان كيتقال ليه ما منه والو. وهنا كتولي تقلب على الحل وكتولي تقلب حتى انت على الفلوس وما كيهمش واش حرام ولا حلال، المهم حتى انت تولي ناجح وتولي تاكل في اغلى المطاعم وتولي تسافر وتولي تشري طوموبيل ودار وبزاف ديال الحوايج وداكشي كامل راكم عارفين. داكشي علاش كيلقاو بلي الحل الوحيد هو انهم يديروا الاشهارات لهاد الشركه هذه. وهذا الشيء هذا مابقاش كيطرى غير لهاد صناع المحتوى اللي كيديروا الاشهار لهاد الشركه هذه، ولكن كيطرى بزاف ديال الناس في القطاعات الاخرين بحال التجاره الالكترونيه اليوم. فكتلقاهم كيبيعوا قشا وشعشوره للناس وما كيهمهمش هذا الشيء هذا، وانما هو انهم يربحوا ربح سريع. وهذا الشيء كذلك كنشوفوه في تيك توك وداك التبهديل اللي كنشوفو دابا في تيك توك، وهذا موضوع ديالو بوحدو الا بغيتوني انني نهضر عليه فواليا في الكومونتير. وهكا هاد الشركه هذه كتولي تستغل هاد صناع المحتوى وكتولي تستغل الشباب ديالنا انهم يمشيو ويلتجئوا للقمر ويلتجئوا للحرام وكيوليو يقطعوا التيكيت ديال جهنم بيديهم. فكنتمنى لهاد الناس هادو الهدايه، وكنتمنى لهاد الناس هادو فهاد الشهر رمضان انهم يتقوا الله ويوليو يشوفوا راسهم ويوليو يحاسبوا راسهم شنو كيديروا قبل ما يتحاسبوا قدام الله سبحانه وتعالى يوم القيامه. فهادشي اللي كاين. فكنتمنى تعطيونا الاراء ديالكم حتى نتوما في الكومونتير، وما تنساوش توصلنا بهاد القناه هذه ل 150 شخص قبل رمضان، وكنتمنى لكم رمضان كريم والى اللقاء.